بختام 2018 شخصية رياضية في مدينة الرفاعي، مدينة الخير والمحبة، مدينة القلوب الطيبة. ودع عامه، ودع سنين التألق والإبداع، وودع حكايات الزمن الجميل باستقالة رائعة جدا. أكيد قدم لهذا الشباب. السيد خميس الزامني رئيس لجنة الشباب الرفاعي، كل عام وأنت بألف خير أستاذ، وأكيد تمنينا أن تكون معنا في العام الجديد، لكن أكيد ظرفك كان أصعب من اللي قمت به في هذه الفترة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مناسبة العام الجديد أحب أن أهني كل إخواني الرياضيين في محافظة ذقار، وبالمناسبة أشكر رابطة الفرق الشعبية على هذا المهرجان الكبير والمتميز لكل الأخوة المتميزين في محافظة ذقار، وأتمنى لكل إخواني إكمال هذه المسيرة الرياضية الناجحة في المحافظة، وأيضا جميع اخواني في الرابطه واخواني في المجلس الرياضي. شكرا جزيلا. كلمه اخيره للشباب وخصوصا شباب رفاعي الذين حقيقه لحد الان المنشورات مستمره. انا بهذه المناسبه اشكر كل اخواني شباب مدينه الرفاعي وكل الفرق الشعبيه لتقديمهم التهاني لي والشكري على كل ما بذلته خلال المسيره الماضيه، واتمنى لهم الموفقيه والنجاح، واتمنى لاخواني في لجنه شباب الرفاعي الاستمرار بهذه المسيره اللي اكثر من 28 سنه. اتمنى لهم الموفقيه والنجاح. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا هذه الكلمات الرائعه. اذا ختمها خميس الزامني ان شاء الله بكلمه رائعه وبامل جديد للشباب، وان شاء الله تستمر الفرحه. رجل مهم جدا في مدينة الهور، مدينة العز، مدينة الشبايش، الكابتن العزيز ماهر. دائما اطلالته الجميلة لم تفارق الفرق الشعبية ولا رياضة شبايش ولا رياضة مدينة الناصرية. كل هلا استاذ، وكل عام وانت بألف خير. كل عام وانت وجميع الرياضيين بألف ألف خير ان شاء الله حبيبي استاذ. نعم، مهرجان اليوم رابطة الفرق الشعبية بمناسبة العام المنصرم وتكريم الشخصيات الرياضية، حقيقة المهمة في هذا العام. الحقيقة يعني هو المهرجان باكورة تجمع جميع إنجازات جميع الرياضيين. رابطة الفرق الشعبية جزء رئيسي من رياضة المحافظة، ورافد رائع لجميع الأندية والاتحادات. أنا أتصور اليوم عنوان التميز جمعناه وفي بودقة واحدة وأخرجنا كرنفال تكريم لهذه القامات الرياضية الرائعة. شلون شباب شبايش؟ فضل من رب العالمين، شبابنا بهم البركة إن شاء الله. نعم، شكرا جزيلا وكلمات رائعة. أكيد منتهى الأمل والسعادة لهؤلاء الشباب، حقيقة من أبعد نقطة في عراقنا الجميل. كلمة لا تخلو من الأمل في مناسبة العام الجديد الميلاد.